ابني في مرحلة المراهقة ومش راضي يصلي ليه بقى؟ لأنه هو في السن ده أصلا بيرفض الأوامر. أنت لما بتقولي له بشكل مباشر قوم صلي هو بيقول لك صليت، علشان حلين وأنت شوفي الأنسب لحالتك وعلاقتك بابنك واختاري الحل المناسب ليكي. أول حل، لو علاقتك بابنك كانت متوترة وهو مش قابل منك أي كلام، رقم واحد في الحالة دي أنت هتوقفي تماما الكلام في موضوع الصلاة لمدة من 20 يوم لشهر. ليه المدة دي؟ لأنك في خلال الفترة دي هتشتغلي على علاقتك بابنك، هتقعدي معاه وتبدأي تتكلمي معاه، تبدأي الصحبية، تخرجوا مع بعض، هتقعدي معاه وهتسأليه انت ليه مش عايز تصلي؟ بس انت عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما ينفعش، دي أول حاجة ربنا هيحاسبنا عليها، دي ألف باء إسلام. ما ينفعش مسلم ما يبقاش يصلي. أنا أتفهم إن إحنا نبقى مقصرين في حاجات تانية، لكن مش الصلاة.